السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احنا متابعين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهارده البسكوت ان شاء الله. معايا هنا 600 جرام من الزبدة، طبعا ممكن بالسمنة برضو مفيش مشكلة. ومعايا 600 جرام من السكر البودرة. السكر ده انا طحناه في البيت، تمام. ومعايا بيكنج باودر، ومعايا فانيليا. لكل بيضة هنحط كيس من الفانيليا، تمام كده. انا معايا هنا 8 بيضات عشان البيض صغير. لو البيضه بتاعتك كبيره يبقى كل كيلو هياخد 3 بيضات، يعني تعمليه ب6 بيضات. ومعايا كوبايه ونص لبن، تمام. ومعايا النشادر، ومعايا قصنص البرتقال، تمام. ومعايا ال2 كيلو دقيق انا نخلتهم وجهزتهم بالشكل ده كده. اول حاجه عشان الزبده كانت معايا في التلاجة، هي لازم تكون ساقعه معاكي، تمام. هفكها الاول كده بالكف بتاع المضرب بالراحه كده. هفككها شويه كده عشان لو حطيت السلك المضرب ممكن يكسر لي السلك المضرب، تمام. انزل كده اي حاجه تكون في الجناب كده، اساعد العجين بتاعي، تمام بالشكل ده كده. هفضل كده انعم في الزبده كده بالشكل ده كده، وانزل اللي بيبقى في الجوانب، تمام، لحد ما تنعم معايا خالص. خطوه الزبده مع السكر ضربها دي اهم خطوه في نجاح البسكوت بتاعك، تمام. بعد كده ما خفقناه كويس هشيل بقى الكف بتاعي ده، وهحط معايا المضرب السلك بقى. خلاص هي نعمت معايا كده. هنزل بالسكر البودر كله 600 جرام زي ما قلنا على 600 جرام زبدة، بس اقلبهم كده مع الزبدة عشان ما ننزلش بالمضرب ويروح مطير السكر بتاعي. طبعا امهاتنا زمان كانوا اللي ما عندوش يعني عجان او مضرب كانوا بيعملوا بكف ايديهم، كانت تطلع الحاجة زي العسل. ربنا يا رب يديهم الصحة يا رب والعافية. هفضل بقى كده اضرب الزبدة مع السكر كويس قوي، وانزل كده كل اللي في الجناب، واساعد كده المضرب بتاعي. بصوا ما شاء الله زاد ازاي، ولسه احنا لحد ما يوصل للون الابيض هنفضل نضرب فيه لحد ما تلاقي اللون بتاعه فتح بقى. شوفي الزبدة الصفرا دي هتلاقيها بيضة. كل شوية كده انزل اللي في الجناب كده واروح مشغلاه تاني. بصوا يفتح ازاي ما شاء الله. هنضرب حبة كمان لحد ما يبيض بالشكل ده كده. مجهزة بقى معايا 8 بيضات. انا طبعا بعمل بيضة بيضة كده في الطبق الخارجي ده عشان خاطر لا قدر الله لو في بيضة مش سليمة ما تبوظليش باقي البيض. هنزل بقى عليهم ب8 اكياس من الفانيليا، زي ما اتفقنا ان كل بيضة ليها كيس فانيليا، تمام. معايا كده قصنص البرتقال، هنزل كده بمعلقة صغيرة، وانزل كده بيضتين بيضتين كده، وبعدين اضرب، تمام بالشكل ده كده. اول ما يختفي البيض بنزل بالبيض اللي بعده، تمام. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا ما يقطعها عاد على حد يا رب. انا بحب ريحة المخبوزات جدا في الشقة. في ناس بتحب انها تشتري وتستسهل، بس لا، انا من زمان كنت احب كده اقعد مع ماما وهي بتعمل واسهر معاها للصبح. كان زمان بقى كانوا بيعملوا كميات مش زي دلوقتي كيلو ولا 2. ايام الخير. ربنا يجعل بيوتكم كلها خير يا رب. بصوا بقى انا معايا هنا كوبايه ونص لبن، ممكن نحتاج كوبايتين، يعني هو الكيلو بياخد من كوبايه لبن او كوبايه الا ربع حسب الدقيق بتاعك. انا هاخد كده نص كوبايه. طبعا اللبن معايا دافي زي دمعه العين، زي الرضعه بتاعه البيبي. كل كيلو من الدقيق بياخد معلقه صغيره من النشادر. انا حطيت معلقتين صغيرين على نص كوبايه اللبن كده، هدوبها كويس قوي قوي قوي. دوب النشادر كويس. اول كده ما تبتدي تفور معاكي تعرفي ان النشادر بتاعتك دي سليمه، تمام. شايفين ابتدت تفور ازاي. هنزل بيها بقى على الخليط بتاعي واضربها كويس. طب ليه ما نزلتيش بالباقي اللبن كله؟
زي ما قلت لكم حسب الدقيق بتاعي، هشوف هيحتاج لبن قد ايه. يعني باقي اللبن ده انا هلم بيه العجينه، يعني احنا المقدار ده هننزل بيه على الدقيق ونلمه كده. حسينا ان هو محتاج سوائل هنزل كده باللبن حبه حبه. تمام. يبقى كل كيلو دقيق بياخد من كوبايه الا ربع لبن لكوبايه حسب نوع الدقيق. انا مستعمله هنا دقيق الضحى. لازم في البسكوتات والكحك بالذات تجيبي دقيق كويس للحاجات دي. تمام. لان في دقيق بيطرد اصلا الماده الدهنيه السامنه، تلاقيها كده ايه نطرت من الدقيق بتاعك، فحرام الحاجه متكلفه فمبوظهاش كده ايه. بص حبايبي، الدقيق انا حطيت عليه معلقتين كبار من البيكنج باودر، هنزل عليه بقى بكل المكونات دي. تمام. طبعا عشان العجان بتاعي صغير فما كانش ينفع انزل بالدقيق عليه، فانا كده نقلته في حاجه اوسع. نزلت بكل الخليط اللي عملناه، الزبده بالسكر بالبيض اللي ضربناه وشويه اللبن بالنشادر. هنزل بكل الكميه دي كده على الدقيق بتاعي بالشكل ده كده. و يعني ايه، هغلف كده الدقيق في الخليط ده. احنا مش بنعجن البسكوتات والكحك، ما بيتعجنش. احنا كده يا دوبك بنلمه كده عشان ما يعملش عرق معايا، لو عجنتيه هيعمل معاكي عرق. ناخد بالنا من النقطه دي. بصوابع ايدي كده وبالراحه بلم كده ايه الدقيق في الكريمه اللي عملناها دي. تمام كده. وطبعا احساسي بقى بالعجينه في ايدي، هسقسلها باللبن كده، انزل باللبن ايه حبه حبه عشان ما اروحش نازله بالكميه كلها مره واحده والاقي نفسي محتاجه احط دقيق تاني. لا، انا انزل باللبن حبه حبه لحد ما اشوف العجينه في ايدي محتاجه تاني ولا لا. بصوا ما شاء الله، بصوا انا ما احتاجتش نص الكوبايه التاني. يعني انا كده خدت ل2 كيلو كوبايه ونص. يعني زي ما قلت لكم الكيلو بياخد كيلو كوبايه الا ربع من اللبن. تمام. تبقى كده تتلم معايا. انتوا طبعا شايفين ايدي ملزقه، فاحنا هنجرب بالايد التانية اللي هي ما عجناش بيها، وهنشوف العجينه في ايدينا ما شاء الله طريه وجميله، تتاكل كده قبل ما تستوي. ربنا يحسن بيدكم جميعا يا رب. كده خلاص ابتدت تتلم معايا اهي. هختبرها كده بايدي التانية، ولو انت مش واثقه ممكن كده تعملي اختبار كده في الماكينه بتاعتك. كم بسكوتايه كده تعمليها في الفرن وتجربي. تمام. وتشوفيها كده ايه مظبوطه معاكي في السوا ولا ايه. هغطيها بقى بكيس عشان احنا في شتا. انا بقول لكم اهو انا ما خدتش كوبايتين لبن، هي كوبايه ونص بس اللي خدتها. وانا بقى ايه مشغله الفرن بتاعي. بصوا بقى الصواني قبل ما نستعملها لازم كده منديل بقماشه تمسحيها كده بايه بالزيت، يدوبك كده تبلي كده المنديل وتمسحيها بالزيت. تمام. عملنا بقى الصواني بالشكل ده كده، خبزتها بقى في الفرن. احنا خبزناه في الفرن اللي هو بتاع العيش ده. وادي النتيجة في النهاية. يا رب تنال اعجابكم. ما شاء الله البسكوت طالع جميل وهش. هكسر لكم واحدة دلوقتي عشان تشوفوا ازاي هي جميلة وهشة. بصوا ما شاء الله مش مكتوم خالص. كان النهار طلع بقى والواحد كان نفسه يدوق، بس يلا بقى صايمين. ربنا يتقبل منا جميعا. كل سنة وانتم طيبين. يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك. فضلا وليس امرا. اشوفكم فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. عملت بقى حرف الاف بقى. يلا بحفظ الله، مع السلامة.